السلام عليكم. جمعة مباركة علينا وعلى المسلمين جميعا. النهاردة ميعاد صلاة الجمعة ورايح أصلي الجمعة إن شاء الله في نيويورك، بالتحديد في جامعة نيويورك، وده السبب الرئيسي اللي أنا مخلي بسجل لكم الحلقة دي. هنا جامعة نيويورك هي جامعة خاصة من الجامعات الكبيرة جدا المعروفة يعني هنا، وعلى فكرة هي غالية جدا، تقريبا السنة حوالي $50,000 في السنة الاتنين سمستر. الجامعة بتقدم خدمات، طبعا هنا من القوانين والحاجات الجميلة ان كله لازم بيقدم خدمات عامة، خدمات للطلبة، خدمات للكوميونتي، الناس المحيطة والنيبرهود اللي اراوند بتجيبهم خدمات. من ضمن الخدمات ديت انها بتخصص قاعة كل يوم جمعة للكوميونتي، للناس الطلبة وخارج الجامعة ان هم يصلوا صلاة الجمعة. وكمان في بقيه الاسبوع موجود اوضه روم خاصه كده عشان الورشيب، بيصلي فيها مسلمين، في يهود، في على حسب الديانات المختلفه. حاجه جميله جدا. حبيت برضه اقولها معاكم ان جوه الجامعه عاملين مكان خاص وضوء للمسلمين، حاجه يعني عظيمه جدا في بلد زي كده. السبب الثاني ان انا بسجل الفيديو ده، انا عايز اشوفكم. طبعا الناس بتسالني لما بنزل مصر، يا ترى الشباب عامل ايه في نيويورك او في امريكا عامه؟ خلاص بقى الحياه بتاخدهم بقى، والحياه عباره عن شرب ولبس وحفلات والكلام ده. فطبعا في اي مكان فيه جميع الانواع. النهارده حبيت نشوف مع بعض، نشوف الطلبه في نيويورك، وهنخش الجامع ونشوف من جوه الجامع. دلوقتي انا وصلت عند الجامعه وهندخل نصلي، وفي حاجه جميله جدا هنا، لقيت مجموعه من اليهود جايين بيعملوا سبورت للمسلمين. Sorry.